بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كمرشد من الوكالة المثالية بومدفع، أخي مع أستاذ مع المعتمرين، إخوان المعتمرين، وأستاذ الشيخ عبد الحكيم إمام مسجد غير عزوي يقدم لنا نبذة. أستاذ تفضل. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إذن أيها الإخوة الأكارم، أيها الأخوات، هذا هو مسجد قباء، وهذا المسجد هو أول مسجد بني في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى قباء نزل يوم الاثنين، فأول ما عمد إلى بناء هذا المسجد، فساهم نبينا صلى الله عليه وسلم في وضع الأسس الأولى من بناء هذا المسجد، ثم تبعه بعد ذلك صحابته صلى الله عليه وسلم في إتمام هذا المسجد. فضل هذا المسجد مسجد قباء أنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كأجر عمره. فالحمد لله كل زوار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون هذا المسجد من أجل نيل هذا الأجر وهو العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قباء 4 أيام، لما نزل فيه نزل يوم الاثنين، فمكث فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، مكث في قباء 4 أيام، فأسس هذا المسجد الذي هو كما قال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكل هؤلاء الزوار أتوا إلى هذا المسجد من أجل نيل هذا الأجر. نسأل الله عز وجل لجميع هؤلاء الزوار أن يتقبل منا وأن يجعلها عمرة تامة وأن يجعلنا من المتطهرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. وهذا المكان الذي كنا فيه هذا البئر من الآثار التي يعود تاريخها في عصر ما قبل الإسلام. يعني هذا المكان هنا في بئر أريس الذي كان في التاريخ قبل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ها نحن الآن مع شهداء أحد في جبل أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحد يحبنا ونحبه. الآن يقدم لنا كلمة مع الأستاذ إمام مسجد إغلى عزوي. تفضل الشيخ الأستاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أول شيء نجيبوا دعاء مقبرة. هذوما هم شهداء أحد، ربي يرحمهم. لولا هؤلاء الرجال الأبطال ما وصلنا الإسلام، هؤلاء الذين ضحوا من أجل الإسلام رضي الله عنهم. فتبعوا معايا، رددوا معايا هذا الدعاء: السلام عليكم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هذا هو الدعاء تاع المقبرة شهداء أحد. ديروا نبذة على جبل أحد. هذا هو جبل أحد، هذا كما اللي تشوفوه جبل أحد، فيه 7 كيلومترات، 7 كيلو. وفي العرض تقريبا 3 كيلو، 7 كيلو في الطول وتقريبا في العرض 3 كيلو. ارتفاعه يبعد عن المدينة 5 كيلو، تقريبا 5 كيلو. جبل أحد سمي بجبل أحد لتفرده وتوحده. الجبل الوحيد يروه هنا، فسمي بجبل أحد لتفرده وتوحده. جبل أحد
يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك علنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جبل أحد نحبه ويحبنا. فهذا جبل أحد نشهد أننا نحبه. هنا كانت غزوة أحد التي كانت بين المسلمين والمشركين. غزوة أحد كانت في البداية هي ثأر من كفار قريش، لأنه قبل ذلك كانت غزوة بدر الكبرى، فدارت هذه المعركة بينهم وكان النصر للمسلمين. فلما كان النصر للمسلمين كفار قريش ما عجبهمش الحال، حبوا يثأروا من هذه الهزيمة. واش قرروا يتجمعوا بيناتهم، يتوحدوا بيناتهم باش كيجيوا للمدينة باش يثأروا من النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في حوالي 3000. لما خرجوا تقابلوا في هنا جيشان كفار قريش والمسلمين. وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية. هذا هو جبل الرماد. شوفوا هذا هو جبل الرماد. هذا جبل الرماد دار فيه النبي عليه الصلاة والسلام 50 صحابي، قال لهم: قعدوا تما، إذا شفتونا ربحين ما تهبطوش، ريحوا التم. إذا شفتونا خسرين ما تهبطوش، ريحوا التم. هذه النصيحة. في المعركة، في بداية المعركة لما حمي الوطيس كان النصر الأول للمسلمين. بداوا الكفار قريش يهربوا، كيشوفوا الرماة كفار قريش يهربوا والغنائم يراوه تحت، كيشوفوا هكذاك قالوا: انتصرنا. فهبط الرماة من هذا الجبل. وحتى الصحابة هذه كانوا يوصوهم، قال لكم النبي عليه الصلاة والسلام ما تهبطوش، هذه تعتبر معصية، راكم معصيتوا النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكم ما تهبطوش. هبطوا، قالوا باش نروحوا نجمعوا الغنائم. لما هبطوا واش دار خالد بن الوليد؟ كي شافوا هبطوا، لما هبطوا دار عليهم خالد بن الوليد، دار عليهم اللور، يعني راح حصروهم. في تلك الأثناء قتل 70 صحابي. لما عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام هبطوا، هي النتيجة. كانت النتيجة قتل 70 صحابي. فكانت هذه نبذة لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، من بينهم حمزة بن عبد المطلب في عم النبي صلى الله عليه وسلم. كي تسمعوا في الجنازة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قراط. قيل: وما القراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد. وفي حديث آخر قال: من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها فله قراطين. قال: وما القراطين يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمان. واحد يصلي على جنازة واحدة برك يعطيك ربي أجر جبل أحد، ميزان من الأجر مثل جبل أحد. يعني تخيل هذا الأجر، راهو أجر عظيم. فهذا هو جبل أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جبل يحبنا ونحبه، فنحن نشهد أن جبل أحد يحبه. هذه نبذة مختصرة حتى تعرفوا واش كاين في غزوة أحد. بارك الله فيك أستاذ البحر.